السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بنبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. انا جالي دلوقتي يا حبايب قلبي سؤالين، هو جالي اسئلة كتير بس انا هجاوب على سؤالين مهمين لحبيبة قلبي المبتدئين، حبايب قلبي المبتدئين. السؤال الاول بالنسبة لفترة التحضير يا جماعة، فترة التحضير دي مهمة جدا. وبالنسبة للخلطات، خلاص فترة التحضير دي احنا عارفينها 7 ايام ما بننزلش فيها بأي حاجة خالص ولا أي علاج، غير ان احنا بنظبط الحرارة مع التهوية. خلاص اللي جاي بتقولي ايه؟ انا جاي دلوقتي، انا دلوقتي عندي الفراخ فيها فراخ صغيرة وفراخ وسط، يعني 4 أحجام. اول حاجه يا حبيبه قلبي دي لها 3 اسباب. السبب الاول الكتكوت نفسه، وانت بتجيبيه لازم تضمنيه تجيبيه من مكان كويس ومضمون، يكون عن ثقه عشان ما يلخبطلكيش الفراخ. الكتكوت يديكي كتكوت فرز اول على تاني على تالت، او هما بلعبتهم هما. خلاص لازم تكوني جايبه الكتكوت من مكان موثوق منه. تاني حاجه توزيع الاضاءه، الإضاءة لازم تكون في النص وموزعة المكان كله الإضاءة فيه. تالت حاجة توزيع الأكلات والسقايات لازم تكون كفاية عشان الفراخ كلها بتاكل، لأن في فرق العافي بيقرب على الأكل، الضعيف بيرجع لورا ما بيلاقيش أكل. دول التلات أسباب للفراخ اللي هي فيها تفاوت أوزان، احنا بنقولها عندنا احنا او احنا بالنسبة لينا بنقول عليها تفاوت اوزان. خلاص يا حبيبه قلبي، يبقى احنا كده المشكله بتاعه تفاوت الاوزان، الاضاءه كويس، توزيع الاكلات تكون بزياده ليهم، اللهم صل على النبي، صحه الكتكوت يكون من مكان موثوق منه. طيب بالنسبه للخلطات يا ام عبدو، اقول لك بالنسبه للخلطات ما بننزلش بيها غير بعد 10 ايام. هتقولي ليه؟ في ناس بتنزلها بعد 2 3 او بعد، اقول لك لا. ليه؟ انا بحافظ على هيكل الكتكوت معايا، ان انا احافظ عليه، استكفى بجرعه التحضير اللي هي املاح معدنيه، فيتامين، مضاد حيوي. املاح معدنيه دول لحد ما بيخلصوا خالص يا حبيبتي. المضاد الحيوي 3 ايام بس، ساوت بالليل. خلاص هنبدأ بالخلطات ازاي. البصل مهم جدا يا جماعة للفراخ وهي صغيرة، بس على قد الأكلة. يعني مثلا عندك 20 كتكوت، هعمل لهم نص كيلو علف عليه البصلة دي بتنزلش غير الصبح بدري في الصيف، او بالليل قوي في الشتاء، في الجو يكون طراوة. خلاص يا حبايب قلبي، بالنسبة للأكل وسخونية الأكل احنا بنفطر ونظبط الفراخ بتاعتنا ونرفع الأكل فترة الظهر. المية سخنت عندك، بنحط فيها 4 مكعبات تلج. خلاص يبقى أنا جاوبت على السؤالين بتوعي، جاوبت على السؤالين اللي جايين لي. هما جاي لي أسئلة كتير، بس أنا من كتر الأسئلة باخد سؤالين زي ما أنا معودة المتابعين بتوعي، وسؤالين يكونوا مهمين ويكونوا مفيدين ليكوا ولأي حد مبتدئ. انا مع المبتدئين يا جماعه، واللي عايز اي حاجه انا تحت امره، وانا ما ببخلش باي معلومه عن اي حد. انا المعلومه للكل، فيد واستفيد. ما تنسوليش بالتعليق، الله يجازيكم كل خير، التعليق والاشتراك في القناه، لان احنا قربنا كده نفعل القناه باذن الله تعالى، وانا تحت امركم في اي وقت. ما تنسوش بقى بالتعليق والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد من ام عبدو للطيور المنزليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.